لما ربنا ينجيك من شخص كنت مخدوع فيه. من امتى كيس الزبالة بندور فيه؟ ودي عارف لما تبص على حد كان ليك علاقة بيه تلاقي منه هو الغدر وتقول يا خسارة، يا خسارة العشرة والجدعنة. أنا مش كنت عايزة أخسرك وانت اللي خلتني أخسرك، وعرفت إنك ناقص وعرفت تبيع ساعتها خسرته المكسب لك. ودي خليك فاكر اللي يبيعك في ظروفك الصعبة ارمي من ورا ظهرك وشد حيلك تلاقي نفسك أقوى، والزمان هيرجع لك حقك ومحدش بعد كده هيقدر يكسرك. ودي لما ربنا يبعد عنك شخص كنت بتحبه محبة وكان يمثل لك قدوة، وبعد كده تعرف ان ربنا كتب لك انه يبعد عنك وان هو ده الشخص الغلط في حياتك، ساعتها بس هتعرف انك انت بتصحح مفاهيم صح عندك. ودي وبعدها لك يا ابن الناس اللي خانك ارميه بالمداس، لا تبص على الناس الانجاس والنضيف منهم وسخ، واصبر بس والزمان هيرجع لك حقك والعوض هيجيلك من اللي منك. ودي اكتر خطوة هتحس بيها انك بتعديها هي اول بدايتك في نجاحك وانت بتخطيها. ودي السكوت مش في طريقك، السكوت جواك انت. ودي ما تخليش ذكريات تفكرك بيه. من امتى واحنا بنعرف الوسخ تاني؟ ودي لما تشوفوا واحد كل يوم يبص لواحدة والتانية والتالتة تعرفوا انه فاضي من جوه ولا بيحب حد خالص. ودي